يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم إن شئتم وقدموا لأنفسكم. صدق الله العلي العظيم. سورة البقرة آية 223. هذه الآية المباركة من ضمن الآيات المباركة في سورة البقرة. قيل إنها نزلت في إتيان المرأة في دبرها، أو في جواز إتيان المرأة في دبرها. نجد للأسف الشديد هناك تهريج وكلام كثير عن الشيعة بأنهم يقولون بأن الشيعة يجوزون نكاح المرأة من ناحية الدبر، ولكننا نقول بعد البحث وجدنا أن هذه المسألة موجودة عندهم بشكل واسع جدا. أما الشيعة فمنهم من قال بالحرمة ومنهم من قال بالكراهية. هناك من قال بالحرمة بل شديدة الكراهية. أما وجدنا، وعليكم السلام أهلا شيخنا الفاضل، أما كتب القوم وجدناهم يقولون بجواز ذلك ويستشهدون بهذه الآية المباركة. وسأبدأ بأصح كتب القوم ألا وهو كتاب صحيح البخاري. ذكر البخاري في كتاب تفسير القرآن باب نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم إن شئتم وقدموا لأنفسكم، رقم الحديث 4526. قال: حدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عني وعن الموالين إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان. قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. واضح جدا حذف كلام عبد الله بن عمر، واضح حذف كلام عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يقول هذه الآية نزلت في كذا وكذا. ما هو المقصود من كذا وكذا؟ هذا ما سيبينه أو يشرحه إلينا ابن حجر في فتح الباري في الجزء 8. كما تشاهدون في الصورة بأن البخاري حذف كلام ابن عمر وقال كذا وكذا. ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، فتح الباري لشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في الجزء 8. هذا أوسع كتاب كتب لشرح صحيح البخاري، تناول شرح هذه الرواية في صفحة 219 وصفحة 220 وصفحة 221. قال: وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: يأتيها فيه وترك بياضا اللي كذا وكذا. والمسألة مشهورة، صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها ابن شعبان كتابا، وبين ان حديث ابن عمر في اتيان المرأة في دبرها. حلو، في اتيان المرأة في دبرها. خليني اوضح واكمل. اللي استحى من عندها البخاري او حاول يدلسها وما ذكرها، شن هي؟ اتيان المرأة في دبرها. عبد الله بن عمر يقول ذلك. يعني شنو مستحي؟ اذا قلبنا الصفحة 220 شو يقول؟ يقول: وقد عاب الاسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرجه عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه. مبهم لا فائدة فيه، يعني ماكو فائدة من عنده، مبهم في كذا وكذا وما شابه ذلك. وكثير من الروايات في البخاري على هذا النسق. يقول: وقد أخرجها الدارقطني. يذكر مصادر كثيرة
أو طرق كثيرة، أنا راح أختصر على قسم من عده. يقول: وقد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه، ولفظه: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس في ذلك، فنزلت فقلت له، يعني نزلت الآية المباركة: نساءكم حرث لكم، فقلت له: من دبرها في قبلها؟ هذه المسألة بها التفاته، فقال: لا، إلا في دبرها. هاي المسألة شنو الالتفات اللي بيها؟ معذرة إذا كنت ما أقدر أحذب الكلمات، لكن اسمحوا لي لابد من التوضيح. أكو كلام موجود لحد الآن يقول: لا، المقصود عبد الله بن عمر اتيانها، ها مولانا، من دبرها في قبلها، يعني من جهة ظهرها في قبلها. يعني حاولوا يأولون الكلام هنا. هذه الرواية شو تقول؟ تقول من دبرها في قبلها، فقال: لا، إلا في دبرها، إلا في دبرها، يعني حدد الموقع ألا وهو الدبر. إيش قال عن ابن حجر هذا الحديث؟ قال: بإسناد صحيح، ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه، إلى آخر كلامه. إن شاء الله المسألة واضحة. البخاري دلس وأبهم قوله عبد الله بن عمر، لكن فضحه ابن حجر، بل فضحته كثرة الروايات التي تقول بذلك. الله يشهد قدامي طرق كثيرة، لكن ما أريد أضيع الوقت بكثرة الطرق، أكتفي بنقل ما صح إسناده كما نقلته لكم: من دبرها في قبلها، فقال: لا، إلا في دبرها. الصفحة اللي بعدها أيضا في نفس الموضوع. حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا مصدر البخاري وفتح الباري لأنتقل إلى مصدر آخر. أنتقل إلى مصدر آخر. مصدر من؟ تفسير الجلالين. تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. هؤلاء العلماء اثنينهم قعدوا ألفون هذا الكتاب اللي اسموه بتفسير الجلالين، باعتبار اثنينهم جلال الدين. الجزء الأول صفحة 93 عندما مر على الآية المباركة: نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم إن شئتم. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. في أدبارهن. البخاري حادثة كلمة أدبارهن كذا وكذا، لذلك هناك شك ما بعد البخاري الذي حدثهن، لأن الرجل جلال الدين يقول موجودة في البخاري إتيان النساء في أدبارهن. يا أما جلال الدين قد كذب في هذا المورد، أو كانت موجودة وحذفت في الطبعات اللاحقة باعتبار عدم وجود في أدبارهن، وبدلا عنها بكذا وكذا. وبكلا الحالتين عبد الله بن عمر يقول بذلك. أكمل. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عنه قال: إنما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وآله: نساءكم حرث لكم، رخصة في إتيان الدبر. رخصة في إتيان الدبر. إن شاء الله لحد الآن المسألة واضحة. احنا ما نريد نطيل بالشرح بيها لأن واضحة هي للعيان، حتى ننتقل إلى مصدر آخر إن شاء الله، وكثير المصادر بذلك. أما الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الجزء السادس المجلد الثالث صفحة 589 عندما يمر على الحديث عن أبي هريرة الدوسي قال رسول الله:
صلى الله عليه وآله: ملعون من أتى امرأة في دبرها. يقول رواه أحمد وأبو داود. يشرح الحديث في من ضمن شرح الحديث ماذا يقول؟ بس ركزوا وياي، لأن مساجلة جميلة حدثت ما بين الحاكم النيسابوري وأحد علماء أهل السنة، وكلاهما من أهل السنة. يقول: وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي إنه قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تحريمه اتيان الدبر. ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس انه حلال. على ضوء هذا القياس يقول حلال، رسول الله لا حرمه ولا حلله، يعني الاصل الاباحه، فهو مباح. الرجل يقول كملوا وياه، نكمل وياه. يقول: وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه، وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. شوف كم طريق. وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي إنه قال. شوف الشافعي ايش قال. اسمع الشافعي ايش قال. انه قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: ان كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وان لم تصح فانت اعلم. انت جاي تكابر لو جاي تحاورني بعقل، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك. يعني اذا جاي مجرد تجادل وتثبت امور مو صحيحة، انت الاعلم وثيمان الله. اما لا تريد المناصفة كلمتك. قال: على المناصفة، يعني اتفقوا على الكلام في الدليل. قلت: أي الشافعي فبأي شيء حرمته؟ شنو دليلك تحرم هذه المسألة اتيان المرأة من دبرها؟ قال: يقول الله عز وجل: فآتوهن من حيث أمركم الله، وقال: فآتوا حرثكم إن شئتم. هذا الدليل على الحرمة، والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: أفيكون ذلك محرما لما سواه؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال لك بالفرج، غير الفرج حرام. أتمنى هذا الحوار يكون واضح مولانا، أتمنى يكون واضح. الشافعي يتحاور مع شخص عالم من علمائهم يسمى محمد بن الحسن، فقال له: شنو دليلك على حرمة اتيان المرأة من دبرها؟ قال له: دليل الآية القرآنية: فآتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله آتوهن. ودليلي: فآتوا حرثكم إن شئتم. والحرث لا يكون إلا في الفرج، باعتبار عبر عن الحرث لأن يعطي بذر. فالشافعي، أنا أتمنى توصل الفكرة، فالشافعي قال له: إذن غير هذا المكان حرام؟ قال له: نعم، لابد أن يكون حرام، لأن الله حدده في هذا المكان. قال له: زين، وطئها بين ساقها، في أعكانها، تحت أبطها، أماكن جسم المرأة، ما ذكرها القرآن، هم حرام هاي حلال؟ قال له: لا حلال. قال له: طيب أنت شلون على أي أساس حرمت الموضع الآخر؟ شنو سبب التحريم؟ الآية ما حددت، بل عينت مورد إيتاء الولد. فهنا الشافعي يقول بجواز اتيان المرأة في دبرها. فلذلك الإمام الشوكاني عندما يناقش الموضوع يقول: وقد استدل للمجوزين بما رواه الدارقطني عن ابن عمر، نفس الرواية، رواية البخاري مولانا اللي أبهمها البخاري، إنه لما قرأ قوله تعالى: نساءكم حرث لكم، فقال: ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا. قال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله تعالى: نساءكم حرث لكم. قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها، يعني من الخلف إلى الأمام؟ قال: لا،
إلا في دبرها. وروى نحو ذلك عنه الطبراني والحاكم وابو نعيم، وروى النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر قوله إلا في دبرها. وأخرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري والطحاوي. شوفوا كم طريق مولانا، منطلق عن أبي سعيد الخدري إن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم إن شئتم. لاحظت كم طريق مولانا؟ لاحظت كم طريق؟ ايش قد طرق كثيرة جدا لهذا الحديث. كلة الصور ان شاء الله، والفكرة واضحة، واضح كلام الامام الشوكاني. حتى ننتقل الى مصدر اخر ان شاء الله. لباب النقول في اسباب النزول، صفحة رقم 41 وصفحة 42. ماذا يقول الامام السيوطي عندما يمر على هذه الآية؟ للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، صفحة 41، حديث رقم 145، يقول: وأخرج ابن جرير وأبو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري إن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت نساءكم حرث لكم، الآية المباركة. حديث اللي بعده رقم 146: اللي قتلهم جهلهم شيخنا، والله اللي قتلهم جهلهم. وأخرج البخاري حديث 146 عن ابن عمر قال أن أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. حديث 147: وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عنه قال: إنما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله نساءكم حرث لكم، رخصة في إتيان الدبر. شلون جت بمن رخصة في إتيان الدبر؟ رقم 1. وخلينا نشوف الهامش شو يقول. اشوف، تابعوا وياي الهامش. بعد ما ذكر الرواية خلى رقم 1 وقال اذهب إلى الهامش. شو يقول الهامش؟ يقول: أخرجه الطبراني في الأوسط حديث رقم 3839 عن ابن عمر. وقال الهيثمي في المجمع حديث 1068 رواه الطبراني عن شيخه علي سعيد بن بشير وهو حافظ. وقال الدارقطني وبقية رجاله ثقات وجوده السيوطي. يعني كم طريق مولانا، كم طريق، مجموعة طرق لهذا الحديث صحيحة لا تقبل الشك. اللي رأيك مولانا؟ جميع المصادر اللي ذكرتها يستشهد بكلام عبد الله بن عمر، ويقول في البخاري موجود اتيان المرأة في دبرها، نزلت الآية بسبب اتيان المرأة في دبرها، لكن الطبعة اللي موجودة الآن كذا وكذا. حتى ابن حجر من شرح صحيح البخاري قال الصحيح هو اتيان المرأة في دبرها. يا أما البخاري أبهم المسألة تعمدا، خلى كذا وكذا، أو يا أما الجماعة من ناقلين من البخاري، بل ناقلين ممن شرح البخاري. وفي كل الحالات إذن عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عمر من طرق صحيحة يجوزون اتيان المرأة من الدبر. وهذا ما أردت أن أصل إليه في هذا الموضوع بشكل سريع. الله يشهد، حتى تركت بعض المصادر حتى لا أطيل عليكم، من ضمنها ابن كثير من أهم تفاسير القوم، أيضا نفس الكلام أو مقارب إليه، حتى لا أطيل عليكم اختصرت. ومن ضمنها الإمام العيني في عمدة القارئ، فالاختصار حتى لا أطيل عليكم لأن تقريبا الكلام متقارب. بعد هذا الكلام يقدر يقولون العمرية
بأن الشيعة يجوزون اتيان المرأة من الدبر، ودائما يطرحون هذه المسألة، وهي المسألة عندهم بالمناسبة. أنا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله وصلت الفكرة للموجودين، وأعتذر عن الإطالة. هذا وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي يحب يناقش أنا موجود وبالخدمة.